أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. النهاردة هكلمكم باختصار فعلا على سؤالين بتسأل فيهم وهربطهم ببعض عشان هما مرتبطين ببعض بطريقة ما. أول سؤال: أنا دايما حاسس نفسي تايه ومش فاهم أنا في المكان ده إزاي ومش مرتاح، أخرج منه إزاي؟ عادة ده بيحصل لو كان الناس اللي أنا معاهم في اختلاف كبير بيني وبينهم، يا إما اختلاف في طريقة التفكير، اختلاف في العادات، اختلاف في الحاجات اللي بنحبها. فطبعا هيبقى صعب قوي انه احس مرتاحة وانا طول الوقت مع ناس بيفكروا غيري او عايزين حاجات مش اللي انا عايزاها او مقتنعين بمسائل بطريقة مختلفة خالص عن اللي انا مقتنع بيها. يبقى اهم حاجة في الموضوع ده اني اختار الناس اللي اقرب ليا. طبعا عمرنا ما هنلاقي حد بالظبط زينا، وده برضو كويس مفيد. يعني الواحد كل ما يبقى فيه اختلاف كل ما برضو تبقى الحياة افضل، لكن ما يقدرش يبقى فيه اختلاف كبير جدا. يبقى دايما الاول اتعرف كويس على الشخصيات اللي انا عايزة اعاشرهم مدة طويلة، واشوف ايه كم الحاجات اللي تشبه لي وكم الحاجات اللي مختلفة عني. وطبعا لو الاختلاف كبير يبقى ما احطش نفسي في الموقف ده من الاول. السؤال التاني اللي هو: ليه دايما بلاقي نفسي بضحي زيادة وباجي على نفسي انا عشان ابسط اللي حواليا عشان اقدر اكمل العلاقة معاهم او عشان يقبلوني؟ فاحنا اتكلمنا عن النقطة دي قبل كده. تاني بفكركم انه دايما في اي علاقة في حد بيضحي اكتر من التاني، بس هو المهم جدا كم التضحية. لو التضحية وصلت لكم غير مريح لشخصي بيحسسني انا دايما بعمل مجهود وانا مش مرتاحة ومش مبسوطة باللي انا بعمله ده، يبقى الكم ده كبير وفي حاجة غلط هنا. لكن التضحية مرة انا بضحي اكتر، مرة اللي معايا بيضحوا اكتر، فلازم برضو احط حد للتضحية اللي انا هقوم بيها عشان يبقوا اللي معايا قابلني. لو بضطر اعمل مجهود كبير جدا عشان يقبلوني يبقى تاني في اختلاف كبير في وجهات نظرنا، في الحاجات اللي بنحبها، في اعتقاداتنا. يبقى تاني هضطر اغير المجموعة اللي انا مضي وقت كتير معاهم. لو اي حد عايز مساعدة المسائل دي ممكن قوي من خلال الجلسات بنوصل للطريقة اللي نوصل بيها للحالة المريحة لنا.